ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل النهارده مع بعض الكوكيز بطريقه حلوه جدا جدا، هيعجبكم ان شاء الله وهيعجب اولادكم. وكمان هنحشيه من جوه شوكولاته، طعمه بجد رهيب ومقرمش جدا جدا. شايفين واخد اللون الذهبي الحلو ده من تحت بالشكل ده كده. تعالوا بينا نشوف المقادير ونشوف وصفتنا النهارده. معايا هنا 3 كوبايات دقيق، ومعايا كوباية زبدة و2 بيضة وشوكولاتة شيبس للتزيين، وكمان كوباية سكر ومعلقة كبيرة كاكاو خام اسباني يكون نوع نضيف، ومعلقة بيكنج باودر. تمام. هكتب لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف. طبعا الكوبايه اللي هنعاير بيها الزبده، هنعاير بيها الدقيق، هنعاير بيها السكر، كل حاجه تمام كده عشان يبقى المقادير معاكي مظبوطه. طبعا انا استعجلت على الزبده، كانت في التلاجة وطلعتها. ومحمد بقى كان عمال يقول لي يعيط ويقول لي قومي اعملي لي الكوكيز، فانا استعجلت عليها شويه. ما سبتهاش شويه بره التلاجة، فاستعجلت عليها شويه. فانتوا سيبوها شويه لغايه ما تبقى بدرجه حراره المطبخ كده وتشتغلوا بيها على طول. معايا بقى كوبايه الزبده حطيتها في البوله، وحطيت معاها كوبايه سكر. ومن الاحسن لو موجود سكر بودر، سكر بودره مطحون، ضيفي منه عشان يدوب معاكي مع الزبده على طول. مش موجود هتضيفي سكر حبيبات كده زي ما انا ضفت. هضرب بقى كده كويس بالمضرب السكر مع الزبده لغايه ما السكر كده يدوب معايا. خلاص كده انا سبت كده، انا ضربت كده السكر كده مع الزبده بالشكل ده. بسم الله. ودلوقتي بقى هنضيف البيضتين، هنحط عليهم كده فانيليا. موجود فانيليا سايله او بودر زي كده مفيش مشكله خالص، الموجود عندك ضيفيه. هضيف كده البيض والفانيليا على الزبده والسكر، وهرجع اضرب تاني كده كويس مع بعض. خلاص كده يا بنات انا ضربته كويس زي ما انتم شايفين اهو، بقى القوام كده كريمي زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده انا هشيل بقى المضرب خالص وهشتغل بقى بايديا كده. هضيف بقى كده دلوقتي، هجيب الدقيق دول 3 كوبايات دقيق، هحط عليهم معلقه من البيكنج باودر. تمام. وهضيف كده ما بين صوابعنا كده رشه ملح بس كده. وهقلب بقى كده البيكنج باودر كده مع الدقيق كويس، وبعد كده هنضيفه على الخليط اللي احنا عملناه. طبعا لو انت حابه تعملي كميه اكبر، اكتر من كده، فانت طبعا هتضاعفي المقادير اللي احنا عملناها. هضيف الدقيق كده على الزبده، وهقلب بقى كويس جدا. طبعا انا هشتغل بايديا دلوقتي، بس بقلب بس كده الدقيق مع الزبده بالمعلقه. انا عجنتها كويس يا بنات زي ما انتم شايفين. دوبت الدقيق كده لغايه ما اختفى مع الزبده. طبعا ما بنعجنش كتير، بس مسافه ما الدقيق بيختفي كده مع الزبده، خلاص كده تبقى هي موجوده وجاهزه. تمام. فدلوقتي انا قسمتها نصين، نص احط عليه الكاكاو معلقه الكاكاو، وحطيت فيها كمان شويه شوكولاته شيبس، وقلبتهم في بعضهم بالشكل ده لغايه ما الكاكاو داب كويس مع الكوكيز. والنص التاني هسيبه زي ما انتم شايفين كده ساده. جبت بقى شوكولاته اللي هي الميكستيلا او نوتيلا، اي شوكولاته عندك، او شوكولاته قطع، اي حاجه موجوده عندك لو انت حابه تحشيه زي ما انا هحشيه كده دلوقتي. وحطيت بالمعلقه كده حاجات بسيطه كده على كيس تلاجة او ورقه زبده، ودخلتها الفريزر لغايه ما مسكت بالشكل ده. ودلوقتي هحشبها كده الكوكيز الساده. هناخد قطعه ونكورها. شايفين العجينه حلوه جدا. تعرفي ان هي مظبوطه ازاي؟ بتاخدي حته تكوريها في ايديكي ما تلاقيهاش مشققه خالص.
وتلاقيها مظبوطه كده، يبقى كده هي تمام. حطيت كده قطعه من الشوكولاته كده اللي احنا جمدناها كده في الفريزر، بس بالشكل ده كده. ودلوقتي هحطها في الشوكليت شيبس، وهحط في الصينيه معايا مدهونه دهنه بسيطه جدا جدا جدا، مسحه بسيطه كده من الزيت. لو عندك ورقه زبده حطيها في ارضيه الصينيه واشتغلي عليها على طول، مفيش مشكله خالص. فطبعا انا مفيش موجود ورق زبده، فانا دهنت الصينيه دهنه بسيطه كده وحطيت فيها الكوكيز. وطبعا هنسيب ما بين كل مسافه ومسافه، ما بين واحده وواحده مسافه، لان طبعا هيفرش معاكي شويه كمان في الفرن، لان احنا ضايفين بيكنج باودر. فسيبي مسافه ما بين كل واحده وواحده. هضيف قطعه شوكولاته واقفل كويس كده طبعا، عشان لما يكون في الفرن ما تفكش، ما تطلعش مننا وتبهدل الدنيا. احط كده في الشوكليت شيبس. شايفين سهلة جدا، مفيش فيها اي مشكلة خالص، تمام. وهحط في الصينية. هخلص بقى الكمية وبعد كده هنرجع نشوفه مع بعض. انا خلصت الصينية دي كده وحبيت اوريها لكم اهو، تمام. انا هخلص بقى بقيت الكمية، وهخلص كمان اللي احنا حاطين عليه كاكاو، وهدخله الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 200. اول ما ياخد لون من تحت، لون ذهبي، هولع عليه الشواية، ما يكملش دقيقة، يشد بس نفسه كده، مش هديله لون خالص. وبعد كده هنطلعه يبرد، ما تشيلهوش من الصينية خالص غير لما يبرد، علشان ما يتفتفتش منك في الصينية ويتبهدل. وده كان بعد ما طلع من الفرن بالشكل ده، حلو جدا جدا، وطعمه بجد هيعجبكم جدا، ان شاء الله تجربوه. افتح لكم كده واحده من جوه تشوفوها، دي اللي هي حاطه فيها كده شوكولاته. بجد طعمه حلو جدا يا بنات. اتمنى يا رب تجربوه، ولو مكملين معايا الفيديو يا ريت تعملوا لايك للفيديو، اللي مش مشترك في القناه يشترك، وتفعلوا زر الجرس، وتعملوا كلمه الكل عشان يوصل لكم كل وصفاتي. وان شاء الله يا رب اشوفكم على خير في وصفه جديده. مع السلامه.